اقدر اسيبك في الوضع ده وامشي. انا مش هكون مطمن. ما تقلقش، كده كده الشرطة حطت حراسة على البيت ومحدش هيخرج غير لما بابا يرجع ونطمن عليه، فما تقلقش. انا لولا الظروف والله كنت طلبت ايدك من عمك. كنا كتبنا الكتاب وخلصنا. فرصه اقعد جنبك برضه. شكرا يا أحمد، شكرا على كل حاجة. شكرا إنك واقف جنبي وفي ظهري دايما وعرضت نفسك للخطر عشاني. أنا مش عارفة أقولك إيه. هو بص يا جوري، انا مش بكبر المواضيع، بس احنا قدر بعض وانتي روحي. خايف اقول لك مش هقدر اعيش من غيرك، تقولي لي ايه المحن ده؟ طموحنا قوي بصراحة، بس تمام. انا مش عايزك تقلقي يا فريدة. من بكره هنزل اباشر الشغل في مصانع وشركات. لا ما تقلقش، هنزل مكتب يوسف ولو احتجت حاجة هقولك. ما تنساش تاخد أحمد معاك عشان شكله كده جه من غير عربيته. لا هو انا كده كده معايا عربيتي، بس ممكن امشي مع هارون بيه عادي. يلا لو احتجت حاجه كلميني. أكلمك. عم بكر، تحت امرك يا سعاده الباشا. خلي بالك بقى. ها، مفيش دبانه هتعدي يا سعاده الباشا. انا عايز سعادتك تطمن، الامن مستدب. ماشي يا راجل يا طيب. السلام عليكم. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. عامل ايه؟ صباح النور. هو انت مين؟ ما تفكرش كتير، انا اللي انت كنت عنده امبارح وجاي لك النهارده عشان اقول لك على حاجة هتنفذها لي غصب عنك. حاجة ايه؟ بالراحة على نفسك بس كده وما تزنهرش مني. اي حاجة هتعملها بمقابل. ايه بقى هو المقابل؟ المقابل انك مش هتنورني في الروف جاردن بتاعي تاني. اما بقى لو ما نفذتش اللي انا هقول لك عليه فمش عايز اقول لك هيحصل فيك ايه.